السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الباب بتاع الشقة. أول حاجة الباب هيكون باب حديد فيه شراعة في وسط الباب، بحيث ان لو في دليفري او في اي حاجة بيدخل ايده من الشراعة، والشراعة دي لها قفل من جوه. تمام كده. ده بالنسبة للباب الحديد، مش هيكون باب مصفح. تمام. ده بالنسبة اول حاجة للباب. دخلنا كده الريسبشن. جنب الباب اول حاجة، جنب الباب هنا في عمود. تمام. طبعا السكنس بتاعه موجود في الرسم ال2D. الجنب ده بالكامل في عمود كمان، وفي الاخر عمود كمان. هنا هدخل على البلكونه. طيب البلكونه ما فيش فيها اي حاجه. الجنب التاني ده عباره فيه عمود هنا برضو، السكنس بتاعه موجود في ال2D مسافه. في عمود كمان، وهنا المدخل التاني اللي يدخلني على الطرقه اللي هتدخلني على الغرف. ده كده الريسبشن. الريسبشن فيه حمام صغير للضيوف زي ما واضح، في شباك صغير هنا فوق. تمام. وهنا ده الحمام، مفيش فيه اي عمود في الداخل. طيب الريسبشن ده اول حاجه هيتصمم، محتاجين فيه تكييف واحد، محتاجين فيه شاشه واحده، محتاجين فيه انتريه، ركنه، سفره. السقف هيكون جبسون بورد فلات. طبعا عايزين نعمل حاجه في الليد بروفايل تكون حاجه بروفيشنال كده. بالنسبه للريسبشن ندخل بعد كده على الطرقه. الطرقه الجنب اليمين ده هيوديني للحمام وغرفتين. تمام. والجنب التاني ده هيطلعني على غرفتين تانيين. في هنا في الاول هنا خلي بالنا، في هنا كاميرا فوق. تمام. موجوده برضو في ال2D. لو جينا نخش في الجزء اللي على اليمين ده، في الوش على طول في حمام. هنا الحمام مفيش فيه اي عمود، ده الحمام بس في حته جنب الباب داخله شويه. تمام كده. اقتراحي ان الجزء ده يبقى شاور. تمام. ونخلي على اليمين هنا قاعده، وفي الوش على طول حوض. لو في فكره افضل من كده مفيش مشكله. هنا هندخل على غرفه اولاد. غرفه الاولاد دي لو دخلنا كده بصينا الجنب الشمال مفيش فيه اي عمود، الجنب اليمين فيه عمود في الاخر، وفي عمود تاني جنب الشباك، عمود هنا تاني. تمام. الغرفه دي محتاج فيها ايه؟ محتاج فيها سريرين للاولاد، محتاج فيها شاشه وتكييف. طبعا مش هيكون جبسون بورد في السقف، هي كورنيشه وخلاص. جبسون بورد هيكون عندي فيه الطرقه فقط والريسبشن، وهيكون فلات. الجزء اللي جنب غرفه الاولاد المطبخ. المطبخ اول ما ادخل كده في عمود على اليمين وعمود على الشمال، وفي الوسط شباك. اللي على اليمين كده عمود. تمام. وفي جنبه جزء فاضي، وفي شباك، وفي عمود موازي في وشه، وفي تاني عمود في الجنب التاني. المطبخ محتاج فيه غسالة، ومش هنعمل غسالة اطباق، هي غسالة عادية. والبوتاجاز بتاعنا، وطريقة تنسيق المطبخ طريقة اللي حضرتك تشوفيها. ولكن في حاجة احنا عندنا هنا في المطبخ، التعديل المعماري الوحيد اللي هنعمله في المطبخ ده ان الباب معمول في اول المطبخ، هيتكسر والباب هيبقى في وسط المطبخ. يعني الجزء ده بالكامل كده الباب هيترحل من مكانه، هيجي في وسط المطبخ بالظبط عشان يستفيد بمساحة على الجنبين وهيبقى افضل. تمام. هو ده التعديل المعماري اللي هيتعمل الوحيد. ندخل بعد كده في الطرقة بتاعتنا. هيدخلني على غرفة على اليمين، غرفة الماستر. غرفة الماستر مفيش فيها عمود، في شباك على الشمال. غرفة الماستر طبعا السقف مش هيكون فيه جبسون بورد، طبعا قلنا جبسون بورد في الطرقة والريسبشن فقط. غرفة الماستر دي محتاجين فيها تسريحة طبعا، وسرير ماستر، ودولاب، وتكييف، وشاشة. هنا الغرفة الأخيرة هتبقى غرفة أولاد. أنا آسف، الغرفة الأولانية اللي احنا كنا فيها من شوية غرفة بنات، ولكن دي هتبقى غرفة أولاد. الغرفة الأخيرة تبقى غرفة أولاد. هنا شباك، وهنا في عمود على اليمين، وفي باب للبلكونة. تمام. في عمود جنب الباب، والجزء ده مفيش فيه أي حاجة تاني. الغرفة اللي أنا فيها حاليا دي غرفة الأولاد. هنا في بلكونة. محتاج في غرفة الأولاد سريرين وشاشة وتكييف. طبعا السقف مش هيكون جبسون بورد، هيكون كورنيشه فقط. تمام. دي غرفه الاولاد، والاولانيه خالص اللي كنا بنتكلم فيها تبقى غرفه
غرفة بنات. كده الشقة بالكامل.